نشوف الآن جمال كرة القدم في هذه المشاهد الرائعة. الكل حاضر ومستعد من أجل الاستمتاع بوقته في الساعتين القادمتين. نريد مباراة حماسية ومثيرة وتكون على مستوى الحدث. كل شيء رائع في هذا اللقاء، الكل مستعد من أجل المباراة ومن أجل الاستمتاع بما يحدث في الملعب. وركلة البداية، وجد طريقة للمرور. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. ترينت ألكسندر أرنولد عند المساحة الخالية على الطرف، توغل وفات الآن، متواجد والتسديدة. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى، اختار أن يتجاوز المدافعين. توغل خطير جدا بمهارة عالية. لا تمر الكرة هنا، يستعيد الكرة بشكل سريع. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. فيتشيا كفاراتسخيليا عدى وتوغل هنا، فرصة خطيرة الآن. عندما نذكر أبرز لاعبي الظهير الأيسر في أوروبا لابد من ذكر اسم سيرجينيو، لأنه كان واحد من الأفضل في مكانه ودائما ما كان لعبة خطيرة. أرنولد شتت الكرة بعيدا. فيتشيا كفاراتسخيليا، كرة على الطرف. فيرتس عنده مساحة على الطرف. بيكام، فيتشيا كفاراتسخيليا، اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. نجح في كفاراتسخيليا بعيدة جدا عن المرمى، ربما فكر كثيرا هنا قبل التنفيذ ولهذا خرجت الكرة بهذه الطريقة. تعادل بدون أهداف مستمر. لامين يامال، هالاند، كرة عرضية، يبعد الكرة إلى بر الأمان. فيتشيا كفاراتسخيليا، اوكازاكي، مساحة خالية على الجانب، الفرصة خطيرة، يرسل كرة بعيدة عن مناطق الخطر. مدريد يحاول فرض نفسه على المباراة هنا بأسلوبه المعتاد من خلال امتلاك الكرة. ما الذي حدث هنا؟ هذه فرصة، الآن تعود الفرصة من جديد. هدف لبرشلونة. مسكين بصراحة حارس المرمى في هذه اللقطة، تألق في الأولى لكن لا يمكن أن يستمر في الدفاع عن مرماه بمفرده. والآن جاءت الضربة الأولى في هذه المباراة. 1-0 النتيجة الآن. البينية رائعة تمر، هل ينجح في المرور؟ تدخل هنا بكل قوة من أجل الكرة، فشلت الكرة البينية. فيرتس، باستوني يحافظ على تركيزه ويمنع الخطورة. لامين يامال وجد طريقة للمرور، ثم الكرة العرضية، عرضية خارج الحسبان بشكل رائع، يبعد العرضية. استعادة الكرة سريعا. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. المباراة متقاربة وهدف وحيد في الشوط الأول، يعني أنه صعب جدا التسجيل في ظل هذا الأداء. إيقاع عالي جدا في مباراة اليوم، تناغم، تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. برشلونة عرف كيف يأخذ الأفضلية بهدف نظيف في هذا الشوط الأول.
Substitution on the field. Number 15, Kvaratskhelia. Number 26, Retz. Number 14, Okazaki. Number 8, Çalhanoğlu. Coming on the field, number 9, Batistuta. Number 22. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. ميسي يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. التدخل رائع هنا. جويلينتون لم تمر التمريرة، ضاعت الهجمة. كريستيانو رونالدو باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بينية لا تمر. دفاع غير عادي، ممنوع العبور اليوم. رائعة هذه الكرة، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. يلعب كرة بينية. لامين يامال عنده مساحة على الطرف. Substitution. توقف أول هنا من أجل القيام بالتغيير. هذا هو التوقيت الطبيعي لإجراء تغيير، خصوصا في مباراة مهمة مثل هذا النوع. يحاول اختراق الدفاع بالتمرير. واضح أن المدرب يحاول الحفاظ على النتيجة في الشوط الثاني، يدافع فقط لا يغامر في الهجوم. سعيد بهذه النتيجة، يريدها تبقى حتى النهاية. يندق خطيرة وهدف. مدريد سجلوا هدف التعادل الآن. لقطة تظهر لك إمكانياتها العالية. إنهاء رائع جدا الهجمة. لعب الكرة بكل هدوء، بثقة، بإمكانيات عالية جدا، بلمسة حريف. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. هازارد، تمريرة في المساحة الموجودة، لمسة في المساحة الخالية، موجود لإبعاد الكرة. مدريد يحصل على الكرة مرة أخرى. لامين يامال، التركيز على المرمى الآن. نشوف كروس رائع بمبدأ الأمان، يبعد الكرة. واضح التركيز والعزم على تحقيق الفوز في هذه المباراة، أمر لا نشاهده كثيرا من فرق ترضى بالتعادل في الدقائق الأخيرة. ضاعت الكرة هنا، تمريرة جميلة الآن، تمريرة خلف والفرصة، هدف لبرشلونة. أوه يا لها من متعة. هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان، ليلة غير عادية. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. وهنا الخطأ والحكم يحتسبه. ورقة صفراء أخرى من حكم اللقاء. حذاري من كثرة الإنذارات في مباراة اليوم.
لامين يامال يرسل ضربة العارضة أنقذت المرمى. الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. برشلونة وركنية أولى في اللقاء. برشلونة عليهم استغلال هذه الفرصة لإنهاء أي أمل في العودة في الدقائق المتبقية من المباراة. نوير 4 added minutes has been indicated. تصل إلى دونادوني والكرة من نصيب حارس المرمى. انتهت المباراة. برشلونة تمكن من تحقيق الفوز في مباراة كانت مثيرة بدون شك. الآن الكل يتنفس السعداء بعد هذه المباراة اللي أذهلت الجميع هنا، وفارق الهدف غير دليل.